اعرف ناس عيشتهم ضنك بالمعنى الحرفي. الحياة معكساهم وعندهم مخلفين بنتين، والبنتين في مسافة مثلا بتاع 5 سنين فرق. ومع ذلك جابوا البنت التالتة. ومع ذلك البنت التالتة دي بتصرخ من الجوع، بتصرخ من الجوع. البنت التالتة دي مش لابسة اندروير تحت هدومها. البنت التالتة دي هدومها عبارة، يعني هي قديمة، واضح ان هي قديمة. الوبر بتاعها منحول. والبنطلون بتاع البيجامة بتاعتها باستيك واسع، بمعنى ان هو ما كانش بتاعها، فانا اسفة في الكلمة، فبينزل شوية فيبين ما تحت البنطلون. وهي كمان مش لابسه الاندروير لان ما عندهمش فلوس يجيبوا لها الاندروير، ومعهمش فلوس يجيبوا لها هدوم مقاسها. ومع ذلك هم جابوها ليه بقى؟ جابوها علشان هم اصلا كان نفسهم يجيبوا ولد. صباح النور. فهم عايزين يجيبوا ولد، فمؤمنين بان العيل بيجي برزقه. طيب لو جه ولد كان هيجي برزقه برضو. طب البنت جت او ولد جه، فين الرزق اللي جاله؟ عارفين تأكلوها؟ البنت بتصرخ من الجوع. هتقولوا لي طب ما انتوا جيران اكلوها، لو انت لو هي جارتك يعني، او هي يعني تعرفيها او كده بتاع. عايزه اقول لكم حاجه، الكلام حلو وجميل، بس هل انتوا عارفين البيوت فيها ايه؟ عارفين مين بيساعد مين ومين ما يقدرش يساعد مين؟ لكن هي الفكره مش فكره ان انا اساعد او انت تساعد او ما الى ذلك. انا بس بقول ان الناس دول جابوا البنت الصغيره ديت عشان هما كانوا نفسهم في ولد، عندهم بنتين ونفسهم في ولد. طب انتوا عايزين الولد تعملوا بيه ايه؟ عايزين الولد، ما كان هيجوع برضو ومش هيعرف يلبس برضو، وهيجيله الهدوم شحاته برضو، مش لابس اندروير برضو. فانا نفسي الناس تتقي ربنا شويه في نفسها وفي البلد. اتقولها في البلد، اتقولها في نفسكم. يعني انتوا مش لاقيين تاكلوا، انا مش بعايب والله، انا الفقر مش عيب، بس الفقر ما نزودش فقرنا فقر، وكمان ما نجيبش اطفال يعني يدفعوا تمن عجزنا وفقرنا ونجوعهم ونلبسهم لبس ممكن يعرضهم لمشاكل. ممكن يعرضهم لحد متحرش. مش عارفة ايه لازمة الولد، يعني ان انا اجيب ولد في الحياة؟ ايه الفرق بين الولد والبنت؟ البنت احن، بس هنقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.